أزمة مرشحة للتضخم سببها المعاملة غير اللائقة التي واجه بها الإيرانيون المنتخب العراقي في مباراة الإياب المؤهلة لدور المجموعات عن القارة الآسيوية لأولمبياد لندن، حيث وصل كرم الضيافة الإيراني حد قيام أحد اللاعبين الإيرانيين بتمزيق العلم العراقي بمساعدة حراس الملعب غاضبا من تأهل المنتخب الأولمبي العراقي الذي هزم الفريق الإيراني على أرضه. الإيرانيين لا يملكون كرم الضيافة ولا يعرفون معنى الضيافة، لأن كرم الضيافة عربي. رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود واجه نفس المشكلة التي واجهت اللاعبين العراقيين، إذ حرم من الجلوس في المقصورة الرئيسة وعومل بصورة غير لائقة. ما زاد الطين بلة إنما يفعله الإيرانيون مع المنتخبات العراقية أثناء مواجهتهم على أرضها تتكرر مرات عديدة ومن دون محاولة اعتذار ذرا للرماد في العيون على الأقل. ما وصلت إلى حلول ثنائيا تحاول أكو أمور معينة لها علاقة بالوضع الدولي، تشتكي مثلا عندك شيء، يعني هذا يعتمد على مدى بعدين الجانب العراقي لازم يكون عنده موقف موحد. الاتحاد العراقي سيصعد قضيته إلى الفيفا إزاء ما لاقاه من الجانب الإيراني بعد أن سد المسؤولون العراقيون آذانهم تجاه هذه الحادثة وحوادث أخرى. من بغداد، شاكر عواد، العربية.